السلام عليكم متابعي قناه ام سعد. اليوم غتشوفوا معايا طريقه تحضير قراشل او لاكرس، يعني فعلا تيستحقوا التجربه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. دابا نخليكم مع المقادير. كنحتاجوا واحد الملعقه كبيره من خميره الخبز، غادي نحتاجوا واحد الكاس صغير ديال السكر، ونفس الكاس باش غادي نعبروا يعني المكونات. غادي نضيف نفس الكأس، غادي نعبرو به 2 كيسان ديال الماء دافئ يعني، وممكن تعوضوه بالحليب، ولكن حتى بالماء كيجي زوين. يعني 2 الكؤوس صغار. غادي نعبر به كذلك الزيت، يعني كأس الا ربع ديال الزيت. نحاولوا نخلطوا هذيك الخميره مع داك السكر وداك الماء الدافئ، ونضيفوا داك كأس الا ربع ديال الزيت، يعني زيت نباتيه. نخلط المكونات جيدا مع بعض. وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. فهاد القراشل يمكن لكم كذلك تنسموهم بشويه ديال اليانسون اولا شويه يعني النافع وحبه حلاوه على حسب اللي متوفر عندكم. فإلا بغيتو تخلوهم بحال هكا يمكن لكم تخلوهم، فيعني لان ما فيهش البيض باش تكون فيه الزفوره، يعني ما فيهش البيض في العجين. غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، وغادي نحاول نخلط جيدا. ومن بعد غادي نضيف داك الدقيق اللي متبقي ليا. غادي دابا نزول يعني الطراب اليدوي، وغادي نخدم بيديا. نحاولوا نخدموها جيدا، والعجينه ضروري نخليوها تكون مرخوفه. فهاد الكرص البنات راه ما كيحتاج لا دليك لا حتى حاجه، يعني فقط نحاولوا ندخلوا هذيك شويه ديال ندخلوا داك الدقيق اللي متبقي. فانا تقريبا واحد 400 غرام اللي خدات ليا هاد الكميه. دابا نحاولوا نخليوها ترتاح واحد شويه، نغطيوها ونحاولوا نخليها ترتاح واحد شويه فقط، ونعاودوا نخدموها جيدا. فدابا خلينا ارتاحت واحد شويه، غادي نحاول نخدمها جيدا. يعني نحاول ندير واحد الملعقه ديال الزبده وندخلوها فيها ونخدموها جيدا، غير بالاطراف ديال الاصابع لانها مرخوفه. دابا غادي نحاول انا نوضعها في واحد الاناء اخر، يعني يكون غير صغير، ونحاولوا نخليوها تختمر واحد 10 دقائق فقط، ونكمل معكم. فكما كتلاحظوا معايا انا راه ما دلكتهاش مزيان، يعني فقط يعني كنجمعها في الاول ونخلوها ترتاح واحد شويه، ونعاودوا نعملوا لها واحد الملعقه ديال الزبده وندلكوها شويه فقط، ونخليوها نوضعها في انبول ونخليوها تختمر شويه، نغطيوها ونخليوها كتختمر واحد 10 دقائق ونخدموا بها مباشره ان شاء الله.
فمن بعد ما اختمرت لينا العجين يعني واحد 10 دقائق، كنحتاجو هنا واحد القطع ديال الشوكولاته يعني سوداء. وغادي نوضعوا داك الورق ديال الطهي في الطاوله اللي غادي ندخلو الفران، وغادي نبداو ندهنو يدينا بواحد شويه ديال الزيت، لان العجينه شويه مرخوفه، فكتجي هي شويه العجينه شويه مطلوقه بحال الشكل ديال السفن شويه. وغادي نحاولوا نقطعوا نشكلوا منها كبيرات صغار على شكل يعني مسمن، وغادي نوضعوا داك القطع ديال الشكلاط في الداخل، وغادي نحاولوا نجمعوها. كنوضعوهم في اللاطه ديال الفران. دائما كنقرصوا العجينه ونوضعوا في وسط منها يعني واحد شويه ديال الشكلاط، وكنحاولوا نجمعوا الوسط. فغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي ديال العجينه. ومن بعد ان شاء الله شوفوا معايا فمن بعد ما ساليت الكميه كلها اللي عندي ديال يعني ديال العجين، كنحاولوا ناخذ هنا واحد اصفر البيض. فانا عملت مع واحد شويه ديال يعني القهوه سريعه الذوبان باش كتزول لينا ديك الزفوره ديال البيض. وغادي نحاول ندهن داك الوجه، وغادي نخليهم حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، تقريبا واحد 20 دقيقه حتى نصف ساعه. ومن بعد كنطيبوهم. فاش كنديروا دابا هاد البيض، صفار البيض يعني كنديروا واحد شويه ديال الزنجلان، اولا يمكن لكم تعملوا كذلك اللوز افيلي على حسب اللي متوفر، وندخلوهم الفران كما قلت من بعد واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. وتشوفوا معايا ان شاء الله في طبق التقديم. كان هذا هو الشكل النهائي القراشل ديالنا ديال اليوم. فعلا كيستحقوا التجربه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب، وكذلك الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.